هقول لكم في الفيديو ده اكتر 5 اسئلة مستفزة. بلاش تقولهم لاي حد عشان ما يزعلش منك، وما تقبلش ان حد يسألك الاسئلة دي وقدم عليه، علشان هي اسئلة سخيفة جدا، فلا تخلي حد يقولها لك ولا انت تقول لحد. اول واسخف سؤال ممكن يتسأل من اكتر شخص غتيت في الحياة هو كل ما له علاقة بدخلك وفلوسك. اسئلة من نظام انت مرتبك كويس، انت بتقبض كام؟ طبعا انا بتكلم راجل وست يعني. انت بتقبضي كام؟ انت معاك كام في البنك؟ انت محوش قد ايه؟ ده سؤال سخيف جدا يا جماعة. انا ابويا الله يرحمه مات وهو ما يعرفش انا مرتبي كام، ولا انا حتى اعرف ابويا بيقبض كام. فبلاش السؤال ده، وبلاش تبقوا سخفة ورزقة. اكتر سؤال حساس وخصوصا للستات، انت عندك كام سنة او انت عمرك قد ايه؟ لان بالذات الستات لو هي صغيرة هتحس انك مستقل بيها وتعاملها على انها عيلة وهي عايزة تحس انها كبيرة، ولو هي كبيرة في السن هتحس انك شايفها عجوزة، ودي اكتر حاجة تقتل الست. وبالنسبة للرجالة لو هو كبير في السن برضو السؤال ده سخيف جدا وبتحسسه كأنه عجوز. فلو سمحتوا، سؤال انت عندك كام سنة ده من الاسئلة السخيفة وخصوصا للستات، او عمرك قد ايه، بلاش يتسأل. سؤال الطنطات السخيف جدا لأي اتنين متجوزين، هو مفيش حاجة جاية قريب؟ انت مش حاسة انك حامل؟ انتوا ليه ما خلفتوش لحد دلوقتي؟ سؤال شخصي جدا وبايخ جدا. فيا ريت لو سمحتوا للطنطات والحموات والامهات الكريمه بلاش تحرجوهم، ويا ريت بلاش السؤال ده من ناس مش قرايب اصلا. هم احرار يخلفوا ما يخلفوش، عندهم عذر ما عندهمش عذر. ده سؤال سخيف، بلاش لا تساله لحد ولا حد يساله لك. اكتر سؤال رزل ممكن اي حد يقوله لاي ضيف وبيبقى شبه احراج. لما يجي لك ضيف حضرتك لازم تكرمه في مكتبك، في بيتك، في محلك، في اي حتة. بلاش تسأل بصيغة تحب تشرب حاجة؟ تحب تشرب حاجة دي ضمنا بيبان منها ان انا مش عايز اطفحك اي حاجة. اللي هيسأل حد اسمها تحب تشرب ايه، ولو هو ميعاد اكل تاكله. لكن بلاش السؤال بتاع تحب تشرب حاجه ولا بلاش، ما تحسسوش ان هو جاي يزور ديفيد شارلز، سامحوني. واخيرا اكتر سؤال رزل واكتر سؤال انا شخصيا كنت بتضايق منه، لما تلاقي حد وزنه زاد بلاش السؤال بتاع هو انت ليه سايب نفسك تتخن كده، او سؤال للستات هو انت ليه سايبه وزنك يزيد كده. يا جماعة مفيش حد بيحب وزنه يزيد ومفيش حد بيحب يتخن، فانت لما تسأل السؤال ده بتحسسه بتأنيب الضمير كأنه هو عايز يعمل كده. هو الأفضل ان انت تنصحه، لكن بلاش السؤال ده، وخصوصا للستات انت ليه سايب نفسك تخنت وانت ليه سايبة نفسك تخنتي. بلاش رزالة، لا تسأله ولا يتسأل. طبعا دي اجتهاداتي الشخصيه، ودول اكتر 5 اسئله انا بكرههم والناس بتكرههم. وبما اننا صفحه السعاده، قولوا لي في الكومنتس ايه اكتر اسئله رزله تانية ما تحبوش حد يسالها لكم علشان الناس تعرفها، وشير الفيديو ده عشان الناس الرزله والرخمه تحس على دمها وتبطل تسال الاسئله دي. وصباح السعاده.